الاول، ولكن ان شاء الله التجربه في البدايه ديالها وغيكون الفوز الثاني والثالث ان شاء الله والرابع وان شاء الله. ومن طبيعه الحال ملي كتقول مدرسه ديال التسيير مع التحكيم، راه الناس في الاول ما كيفهموش، ولكن الحمد لله حنا توفقنا ان ننجحوا التجربه الاولى، وسيرتيرمون ان شاء الله غادي ننجحوا تجارب اخرى. هو الهدف هو يكون عندنا بالقوله وبلوريال، يعني ان شاء الله ما بين هذه البنيات وهذه الوليدات اللي نجحوا ان شاء الله في هذه التجربه الاولى ديال التحكيم. نتمنى على الله ان المستقبل ديال المغرب يكون عنده حكام بمستوى عالي اكاديمي، وكذلك مستوى عالي في التحكيم، باش يمثلون احسن تمثيل على المستوى الوطني وكذلك القاري وعلى المستوى الدولي ان شاء الله. هذا الفوج باسم هرم من اهرامات التحكيم العالمي، يعني المرحوم سعيد بالقولة، الاخ والصديق يعني اللي عايشناه خلال الفترة التحكيمية، يعني وتوج المسار ديالنا كحكام مغاربة، يعني بإدارته للمباراة النهائية لكأس العالم ما بين فرنسا والبرازيل، وخلاها يعني كإشعاع للتحكيم المغربي. فالاسم ديال هذا الفوج اللي الحكم للمرحوم سعيد بالقولة نتوخى أن يكون الاسم على مسمى، يعني إن شاء الله نشوفوا من بين هاد المجموعة الشابة نشوفوا حكام في المستقبل إن شاء الله اللي نتوخاو فيهم يعني تمثيل التحكيم المغربي يعني وتمثيل الراية الوطنية إن شاء الله في المحافل الكبرى إن شاء الله. هي صراحة بادرة جد طيبة، الحمد لله كانت عندنا فرصة أننا نتكونوا في مجال التحكيم ونوليو حكام. هاد الساعة احنا حكام ريجيونو جهويين، وكنتمنوا اننا نوليو وطنيين، وعلاش لا تشوفونا ان شاء الله في نمثلوا المغرب في الخارج، نوليو دي زاربيتر انترناسيونال. الصراحه اختاريت المجال التحكيم لان اولا كنبغيو الكره، راكم عارفين حنا شعب كنبغيو الكره بزاف، وبحكم انني في الصغر ديالي كنا عزيز عليا نجري، كنبغي الاتليتيزم، كنت كندير الاتليتيزم في واحد الفتره في العمر في الحياه ديالي. دونك المهم بحال قلتي جمعتهم هما بجوج، فوالا دونك داكشي علاش اختاريت التحكيم.